بوبي. النهارده هنعمل مع بعض ايس كريم بمكونين فقط، موجودين طبعا عندنا في البيت وبحاجات رخيصة جدا. وكمان الفترة الجاية هنعمل مثلجات كتير وايس كريم باشكال كتير وباسعار في متناول ايدنا. يلا بينا نشوف احنا عملناه ازاي مع بعض. عندنا الخلاط هنا، هنحط فيه الخلاط العادي، هنحط فيه نص لتر لبن او نص كيلو لبن الحليب العادي، وهنضيف كمان عليه نص كوباية نوتيلا اللي انا لسه عاملاها ومنزلاها فيديو من يومين بالشكل اللي احنا شايفينه كده. تمام، مش هنحط عليه اي سكر خالص. لو انت عايزة سكر ممكن تضيفي كمان عسل نحل. تمام، عندنا دي القوالب بتاعت الايس كريم، متوفرة جدا، بتتباع عند مستلزمات الادوات المنزلية، وفي منها كمان اشكال كتير جدا. دوت ما يتعداش ال25 جنيه. علينا القوالب زي ما احنا شايفين وبنحط فيه الستيكس بتاعها. تمام، لو احنا ما عندناش القوالب دي نعمل ايه؟ لو احنا عايزين نعمل ايس كريم، نقدر نعمل في كوبايات البلاستيك العادية، نحط فيها الايس كريم، ونحط بدل الستيكس دي نحط ممكن معلقة شاي، اي حاجة عندنا، بحيث اللي هي تطلع منك بسهولة لما تيجي تطلعيها. ما تحطيش في كوباية ازاز لان انا بخاف جدا من كوباية الازاز، ممكن تحصل حاجة مش كويسة. اضمن ان انت تحطيها في اي كوباية بلاستيك. وهنا كمان لو ما عندكيش نوتيلا، الشوكولاتة النوتيلا اللي احنا عاملينها، تقدري تحطي 3 بواكي نسكويك او كاكاو محلى. تمام، تحطيه مع اللبن. عايزة تضيفي عليه سكر براحتك، عايزة تضيفي عسل عادي براحتك، بس النوتيلا هنا فيها عسل طبعا. هنا هنحفظها في الفريزر بعد ما نغطيها زي ما احنا شايفين. هنحفظها في الفريزر مش اقل من 6-7 ساعات عشان تمسك نفسها. وكمان ما يكونش جنب الايس كريم اللي احنا عاملينه او اي مثلجات احنا عاملينها بالذات فيها لبن او شوكولاته، ما يكونش فيه توم، ما يكونش فيه اي لحوم. تمام، ما يكونش فيه اي حاجه بتكرف، لان اللبن والشوكولاته بيكرفوا روايح بسرعه جدا وهيخلوا الطعم مش حلو خالص. هنحطها في الفريزر 6-7 ساعات زي ما قلنا، ونرجع مع بعض نشوف هنعمل ايه. بعد ما خد الايس كريم حوالي 7 ساعات في الفريزر، انا طلعته حطيته في طبق او صينيه فيها شويه ميه هنا طبعا من الحنفيه، مش ميه سخنه خالص ولا ميه دافيه، ميه عاديه، لمده ثواني بس كده هيفك معاكي بمنتهى السهوله. هنا بيطلع مننا بسهوله اهو زي ما احنا شايفين، عشان الاول حطيناه في ميه لمده ثواني كده بس. شايفين شكله؟ اللي انا كنت عامله قبل كده ايس كريم في الكوبايه البلاستيك اللي انا قلتلك عليها، تقدري تعمليها بالشكل دوت، كنت عاملاها بطعم مختلف. ان شاء الله هنعمل مع بعض اصناف كتيره جدا من الايس كريم وكلها في متناول ايدينا. تقدري كمان بعد ما تطلع من الكوبايه البلاستيك اللي احنا عاملينها ديت، تقدري تقسميها 2 بالسكينه. السكينه هنا كمان هتكون حاميه، او تحطيها في ميه سخنه، هتقطع معاكي الايس كريم نصين بسرعه. يا رب طريقه الايس كريم اللي احنا عملناها النهارده تكون عجبتكم. عقبال كل فيديو، باي باي. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.